مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات والاثارات هنا على ارضيه هذا الميدان، ميدان نجران. اذا على بركه الله رابع الاشواط، يعتبر الشوط الثاني الخاص للقعدان المثاريب من مسافه 1500 متر. نسير وننطلق ونبدا بعد المراكز، وهناك من يحتل صداره هذا الشوط الريان وسعيد بن محمد الزعبي، من يقدم لنا الريان مع صداره هذا الشوط. المركز الثاني هناك عناد مع ثاني المراكز، واحمد بن مانع، او هنا ابراهيم بن احمد بن مانع ابو دواس العامر من يقدم لنا عناد مع ثاني المراكز. المركز الثالث وصل للطام وانطلق للطام، وحذاري من هذا الاسم وهذا الشعار، ورشيد بن هادي العباس من يقدم لنا للطام. وهناك رابع المراكز سعد وهادي بن صالح بن عهيشه الرزق. المركز الخامس هناك شعار خالد بن تركي بن صهيب الدوسري يقدم لنا ظبيان. ولكن نعود الى مقدمه الشوط والى المركز الاول، وهناك سعد. الله يا سعد، غير سعد وانطلق مع صداره هذا الشوط. وهناك هادي بن صالح بن عهيشه الرزق ارسل التعليمات في هذه اللحظات. الله يا سعد، وهنا عناد مع ثاني المراكز، عناد وسعد. وهناك اللحظات الاخيره انطلق عناد وغير عناد، وهنا ابراهيم بن احمد بن مانع بدوس العامر. ولكن القدوم وصل العفريت مع ثاني المراكز، وهنا علي بن محمد بن حفره الرزق. ولكن عناد الله، تهانينا والناموس للسيد ابراهيم بن احمد بن مانع بدوس العامر على فوز عناد وحصوله على ناموس هذا الشوط. المركز الثاني العفريت، وهنا علي بن محمد بن حفره الرزق. في المراكز سعد للسيد هادي بن صالح بن عهيشه الرزق. تهانينا والناموس.